وقسد التي أجرت معها الاتفاق. سأرحب الآن أيضا بضيفي من بلجيكا الكاتب والصحفي هوشنك أوسي. مساء الخير وأهلا بك سيد هوشنك. هذا الذي يحدث الآن هل هو فعلا من وجهة نظرك بأن هناك قوى على الأرض ترفض هذا الاتفاق، ترفض هذا الاندماج، أم أن الأمور لها أبعاد مختلفة عما نراه؟ في تقديري هنالك قوى في السلطة الانتقالية الحاكمة في دمشق هي التي ترفض الاندماج. اللغة الكردية واحترام اللغة الكردية لا يشكل أي انتهاك للسيادة الوطنية السورية. السيادة الوطنية السورية منتهكة من قبل إسرائيل، وإسرائيل تحتل أراضي سورية في الجنوب السوري، وتركيا تحتل أراضي سورية في الشمال السوري، واللغة التركية والعملة التركية كانت مفروضة وما زالت مفروضة في الشمال السوري. كل هذه الأمور لا تمس السيادة السورية لدى بعض الأطراف الفاعلة. هذا قبل التحرير سيد هوشنك. الآن بعد التحرير، بعد عام ونصف على التحرير، وبعد الأهم من ذلك الاتفاق الذي وقع بين قسد التي هي أصبحت جزء من الحكومة ولديهم مناصب وعينوا محافظ من ترشيحهم. الآن لماذا طالما وقعت قسد على الاتفاق لا تلتزم به وتفرض على القواعد الشعبية الالتزام به؟ لماذا يتم تحويل الموضوع إلى عربي كردي؟ الموضوع مش عربي كردي، يعني اللغة الكردية لغة أصيلة، لغة ثاني قومية في سوريا. اللغة الإنجليزية ليست لغة أصيلة في سوريا، الإنجليز ليسوا ثاني قومية في سوريا، وينبغي الموضوع ليس له علاقة بالقومية سيد هوشنك. في جمهورية العراق هناك شيء متعلق باللامركزية أو الفيدرالية. في سوريا لا يوجد هكذا شيء. الحقوق الثقافية واللغة الكردية هي حق وصدر مرسوم بذلك. ما علاقة مؤسسات الدولة؟ أنت في تركيا روحي تجولي في الأراضي وفي المناطق الكردية في تركيا. أنت في تركيا موجودة وشوفي اللغة الكردية موجودة إلى جانب اللغة التركية، وما في حكم فيدرالي في تركيا. يعني أقله أن تحترم الحكومة الانتقالية الموقتة. هل موجود على المؤسسات الدولة التركية باللغة الكردية أصلا سيد هوشنك؟ نعم، روحي على مدينة ديار بكر وشوفي، وأسماء القرى، أسماء المدن، أسماء الأماكن هذه موجودة. أسماء القرى والمدن، نحن نتحدث عن المؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة. يعني مؤسسات الدولة إذا ماذا تشكل؟ يعني القصر إذا انتهكت العدالة في قصر العدل في الحسكة ولم يحترم لم تحترم اللغة الكردية، ماذا أفعل المرسوم 13 لا يحترم اللغة الكردية ويعطي الحقوق الثقافية؟ نعم. أعتقد أن هذا المرسوم كان مطلب للكرد في سوريا وهو حق. الآن أصبح المرسوم 13 ليس مهما. لكن السلطة التي أقرت هذا المرسوم، السلطة هي التي أزالت اللغة الكردية وفرضت اللغة الإنجليزية في محلها. بماذا ستؤثر اللغة الكردية؟ هل يعني سيادة الدولة السورية تقتصر فقط على هذا الجانب اللغوي، أو هنالك اعتراض لغوي يعني؟ لكن في المؤسسات الخدمية كما تحدث منذ قليل المتحدث باسم الفريق الرئاسي السيد أحمد الهلالي، قال أنه في المؤسسات الخدمية ليس كالقضاء والمؤسسات السيادية هناك كتابة باللغة الكردية على هذه المؤسسات ولا مانع من ذلك. شوفي، احترام اللغة الكردية في المناطق ذات الغالبية الكردية، وهذا منصوص عنه في مرسوم 13. اللي شال اللغة الكردية أصلا لم يحترم المرسوم 13 الصادر عن الرئيس الانتقالي المؤقت لسوريا. هو يعني هنالك تيارات، تتحدثون عن تيارات داخل قسد، هنالك تيارات داخل السلطة الانتقالية، والسلطة الانتقالية أصلا هي حاصل تجميع تيارات وقوى فصائلية معروفة الاتجاه سياسيا ومعروفة الولاءات. وبالتالي عندما نتحدث عن شيء موجود، نعم موجود داخل قسد تيارات، لكن هذه التيارات والأمزجة البعثية والإخوانية والسلفية الجهادية موجودة أيضا. طيب وهذا إذا كنت تريد أن تتحدث هكذا سيد هوشنك فسنتحدث إذن بالتيارات القنديلية والمشاريع الخارجة من الحدود أو عابرة الحدود التي
كانت موجودة في قسد. هذه الصفحة طويت، الآن هناك اتفاق بين قسد وقيادتها والسيد مظلوم عبدي والدولة السورية. أنت بأسئلتك وبمعالجتك وإدارتك الحوار تتحدثين عن انقسامات وتيارات داخل قسد، وأنا لا أنفي ذلك، لكن أن تتحدثي بانتقائية وتتحدثي أنا لا أتحدث بانتقائية سيد هوشنج، أنا أعرف ماذا أسأل، لا أتغافل. لو سمحت لا تحول الموضوع ليس بيني وبينك، لو سمحت. أنا هنا مقدمة البرنامج وأنت ضيف ولك احترامك. أسلوبك العنصري وأسلوبك العنصري، هذا الكلام سأتجاوز عنه لأني هنا مهنية وأجلس على منصة أحترمها. لو سمحت ابقى في سياق الحديث، أبقى في سياق الحديث. مشان أقول لك هالكلمتين، أبقى في سياق الحديث. أبقى في فاشية عنصرية. وهذا الكلام